كلام لم نختلقه، ولكنه جاء على لسان أناس ذاقوا أصناف هذا العذاب على يد قيادات جبهة البوليساريو. سعدان ماء العينين اختطفت من حضن أمها وهي طفلة في 9 من عمرها، ورأت بأعينها أباها وهو يعذب. سعدان تحكي فتقول: قالوا البروبليم عنهم هم الخص قال عنه كان يشتغل للمغرب وعن انفورمانت للمغرب، وفي هذاك الوقت هم باقين كانوا يستعملوا به هدف اساسي عنهم يديروا الترور، يديروا الرهب في قلوب الناس عن اللي يتكلم والله اللي عدوا لشي والله اللي عنه اللي يمشي باكورير الميستموز دستينو كيفته هو. ومتذكر هذيك الايام ما عمري نقدر ننسى. وقت تشوفي باباك قدرتي تشوفي؟ وقفوني انا وامي وبغات فرصاو على الشعب والناس تقول انت المندس، انت الخاين، انت. امي تقطع هنا عندي 5 سنوات ما شفت بويا ما عشت، يتموني من بويا. واليوم منين عدت نشوف اصدقائي والله اي حد يحجلب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حاشا عماد الله واش هما مسلمين ولا بنادم كاع اللي تيشدوا 30 عام الحباس ما عنده لا حق لا حكم لا حتى حاجة. حالة سعدان ماء العينين لا تختلف عن حالة حورية حمودي محمد سالم، ابنة 16 سنة، والتي أثارت قضيتها ضجة إعلامية بإسبانيا. فبعد زيارة لأهلها بالمخيمات تم منعها من العودة إلى دراستها بإسبانيا، بل ولمتابعة علاجها. حورية اليوم محاصرة، فإذا كانت سعدان قد تحررت وبداخلها بعض الألم والعذاب، فحورية وراء قضبان الحصار بمخيمات تندوف فوق التراب الجزائري. غيرها كثيرون من خريجي سجون الذهبية والدخيل والرشيد، حيث حقوق الإنسان هي آخر ما يعتد به، وحيث عيون الوفود والبعثات الحقوقية الدولية لا تطالها. المعتقل السابق لدى جبهة البوليساريو السيد علي الجوهر كشف لنا عن مأساته رفقة زملائه بالاعتقال. يقتصر تعذيبنا على الجانب الجسدي، بل تعدى الى المس بالكرامه ديالنا والكرامه ديال الوطن بالمغرب. إذ مسونا في كرامه المؤسسات ديالنا، مسونا في جوهر النظام المغربي، مسونا في في عزه النفس والشهامه ديال المغربي، جعلونا نشك في شهامه المغربي وبطولته. كيف كانوا كيقولوا لنا عيالاتكم راهم عند السعوديين، كيقولوا لنا انتم كتهربوا في ساحه الوغى. السيد بشير الدخيل من الأعضاء المؤسسين لجبهة البوليساريو عاد إلى المغرب، وهو اليوم يفضح خبايا ما حدث وكيف فبركت قضية البوليساريو على يد النظامين الليبي والجزائري. يعني البوليساريو في حد ذاته تأسس، ليس الغرض من تأسيس البوليساريو في 1973 كانت آنذاك مناوية المغرب، وإنما كان الهدف هو تحرير الساقية الحمراء والذهب، بمعنى على أن البوليساريو من تأسس 1973 الهدف الرئيسي كان إجلاء إسبانيا من المنطقتين اللي هي الساقية الحمراء والذهب. فيما بعد يعني تدخلت طبعا، حاولت ليبيا تتدخل، كانت هي المتدخلة الأولى وبعد من الرأي الموريتاني، ثم بعد ذلك تدخلت الجزائر بقوة يعني، وأصبحت هي المسيطرة حقيقة على الرأي في البوليساريو، حيث أن كل الأطر تقريبا يعني الآتيين يعني من سواد الساقية الحمراء والذهب آنذاك يعني كانوا سجنوا في 1975. طبعا لأنه كي قلت وقع انقلاب على الصحراويين الحقيقيين 1975، وامتلت سجون التندوف من صحراويين صحراء اسبانيا، وانا واحد منهم. اخواننا في المخيمات نقول لهم عنهم تقريبا هذيك
التصور اللي كان عندهم عن المغرب، وهذه الدعاية اللي كانت تجيهم عن المغرب عنها كانت دعاية كاملة مقلطة. هل آن الأوان لكي ينتبه العالم لما يحدث فوق التراب الجزائري، أم أن سعر برميل النفط والغاز يرتفع والمغرب لا نفط له؟ محمد سعيد الوافي، شبكة المهاجر الإخبارية، واشنطن. مرادنا لازم يكمل بالمسيرة الخضراء. الله الله